سفنجة والنمر طلع سفنجة والنمر طلع سفنجة والنمر طلع سفنجة ويلو يا ويلو والنمر طلع سفنجة من سيد الكل مسك وعنبر ورد وفل ذا الأهلاوي سيد الكل تعال كل تعال كل وتعلم من سيد الكل كواسر الكرة معنا اللاعب احمد درويش. ايش شعورك احمد بعد البطوله بعد بسم الله الرحمن الرحيم. كما وعدنا النادي الاهلي اننا حنجيب البطوله حنجيبها ويا ويل ويا ويل. مسك وعنبر ورد وفل ذا الأهلاوي سيد الكل حققنا البطوله، يعني فزنا عليهم في كاس الامير فيصل، فازوا علينا اخذوا 3 نقاط، لكن 3 نقاط ما هي زي بطولتين. باقي مباراه معاهم في الدوري حلال عليهم، بس الحمد لله كاسين السنه هذه من قدام الغريم التقليدي الاتحاد، هذا فضل من ربي الحمد لله يا رب. ابو عمر ايش رايك مباراه اليوم؟ مباراة اليوم زي ما انت شايف كيف العيال مبسوطين، وهذه عادة احنا دائما زي كذا الكلام وما ادري، لا احنا داخل الملعب، الاهلي داخل الملعب داخل الملعب هذا هو داخل الملعب داخل الملعب ابو عمر ابو عمر كابتن الاتحاد يقول كلمه، ايش يقول؟ يقول اللي يقول اليوم احنا كذا هذول الرجال الاهلي طلعوا استلموا المركز الاول، هو طلع استلم ميداليه فضيه، لكن انا اقول له حاجه واحده، انا ما اتكلم عن نادي الاتحاد احنا نحترمه، لكن انا اتكلم على اشخاص. الاهلي كبير، رضيوا ما رضيوا، الاهلي هو كبير لانه الاهلي اتولد كبير وحيبقى كبير وحيظل كبير ان شاء الله ومن اجيال لاجيال. لكن انا اقول لك حاجه واحده، احنا الاهلاويه ما نتكلم في الصحافه ولا شيء، احنا شغلتنا لعيبه يعني داخل الملعب بس، اما الصحافه وهذا خليها لهم. أبد ما ننساه بالله نعشق ونهواه بالله لا أبد ما ننساه بالله واللي تحداه ويلو يا ويلو واللي ولع نار يا ويلو يا ويلو واللي ولع نار يا ويلو يا ويلو خصمنا ما نعفيه بالله ناكله ونرميه بالله خصمنا ما نعفيه بالله نعرفه بماضيه بالله واللي ولع نار يا ويلو يا ويلو واللي ولع نار يا ويلو يا ويلو واللي ولع نار يا ويلو يا ويلو واللي تحداه يا ويلو يا ويلو يا ناس اسمعوني ولا لا تلوموني، الاهلي في عيوني نحبه بجنوني يا ويلو يا ويلو. وفي احد اخوان الصحفيين يعني قال كلمه، واليوم ابو عمر يعني العيال اثبتوا له وجابوا له هديه، وهو اليوم كان نجم المباراه انه ابو عمر لو لعب الاهلي ما ياخذ كاس. اليوم اثبت ابو عمر اذا لعب وكان حاضر ما في بطوله تروح من الاهلي، وانا اهني ابو عمر اهنيه. ايوه عبده طبعا الكابتن عبده عاصر جميع بطولات النادي الاهلي السنوات الاخيره. ايش رايك كابتن؟ اللي اشترى عبده واللي جابه للنادي واللي قدمه للنادي الامير عبد الله الفيصل، والله وين من ايام الكندره من الكندره ما شاء الله. عبده زي باب مكه، عبده بلالي زي باب مكه. اسمع دقيقه هو كان معي هنا وقتها الكابتن سب دودو دوبو اعتزل وعبده معاه. وحموري لا تنسى معايا الزبده يا حبيبي انه لا الزبده يا حبيبي انه في سنه واحده بطولتين، هذه الزبده مساكين ولا غالبه مساكين ده الغلابه مساكين ده الاهلي لميلين. معنا كابتن مالك معاذ. مالك ايش رايك مباراه اليوم؟ يا الحمد لله والشكر لله، حققنا المطلوب، حققنا الكاس الثاني من قدام الاتحاد. هم قالوا بيفوزوا علينا 4، انا ما شفت ال4 هذه، بس نحن جبنا 2 الحمد لله. نص الاثنين 4
نصل 2-4 بس رفعنا في حال 4-2 حنين عليهم والله. الحمد لله. الحمد لله. ياسر ايش اقول لك بعد المباراه؟ ايش بتقول انت الجمهور؟ انا بارك لك انت بالذات يا كابتن منصور، والحمد لله على رقصنا قدام الجمهور يعني قدام الكاميرات. رقصك. انا موعدينكم احنا نجيب بطولتين وموعدين الجمهور ان نجيب بطولتين والحمد لله. خلي لهم النقاط ونحن اللي الكؤوس، وان شاء الله المباراه الجايه تعود عليهم انت في الملعب يا منصور. كمل مقابله. ايوه فهد اسمع معايا مقابله على ار تي شويه اكلمك حبيبي. ها كمل ان شاء الله ان شاء الله. عندك مسؤول جاتني رساله قصيده قلت لهم الاسد وصل. قالوا لي شنو اللي حصل؟ اللي حصل ان الاهلي وصل وخلى الاتحاد يقطع بصل. مالك المين تهدي الفوز؟ والله الفوز بصراحه الامير خالد واستاذ احمد المرزوق الوالد واخواني اللي حضروا في الملعب وكل الجمهور حبيبنا واللاعبين احبابنا وما يقصروا والله ديم الفوز من اول من بدري كمان. الله يخليك. ايش كان دوركم اليوم كاداريين وفي المباراه؟ حبيبي اللي عنده الرجال اللي امثالكم حيكون دوره سهل جدا لله الحمد. الحمد لله اول حاجه نشكر الله اللي له الفضل منا بالفوز هذا. الشيء الثاني نيه الراجل الطيب الاستاذ احمد المرزوقي ولا على نياتكم ترزقون. الثالث لعيبه ابطال ويستاهلوا اكثر من بطوله والله الحمد. حققت لنا الان بطولتين والحمد لله. ان شاء الله الموسم القادم يكون اكثر واكثر باذن الله. باذن الله. الله ليش بك ساكت؟ بص خبزه